السلام عليكم. يا بدع الورد يا جمال الورد. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى وردات من البيتيفور الكريسبي الناعم اللي بيدوب دوب في البق. يلا بينا نشوف مقاديرنا. أنا معايا 500 جرام من الزبدة الطبيعية، دي 500 جرام زبدة مبردة باردة طبيعية مش معمولة بالزيوت النباتية، يعني أفضل حاجة الزبدة النيوزيلندي. هبتدي أجيب كمان 200 جرام من السكر البودر المنخول، تمام. ومعايا 4 بياض بيض، وكمان معايا ربع معلقة من الفانيلا أو نص معلقة حسب نوع الفانيلا اللي بتستخدميها، ومعايا 750 جرام دقيق، ومعايا كمان ربع معلقة من الملح، ومعايا 50 جرام من الكاكاو البودر. لو أنا هعمل البيتيفور بتاعي بالشوكولاتة هشيل 50 جرام من الدقيق وهحط مكانهم 50 جرام من الكاكاو. وطبعا الكاكاو لازم يكون كاكاو خام من نوعية جيدة. هبتدي أجيب البولة بتاعتي وهنزل بالزبدة. أهم حاجة في نجاح البيتيفور بتاعي إن الزبدة بتاعتي تكون مبردة مش بدرجة حرارة المطبخ، وتكون زبدة من نوعية جيدة، يعني الزبدة النيوزيلندي أفضل زبدة طبعا لعمل البيتيفور، لأن ما طبيعية وما فيهاش لبن كتير فمش هتبوظ لي البيتيفور. هبتدي دلوقتي أستخدم المضرب السلك، وأنا النهاردة هستخدم الميكسر بتاعي. ممكن تستخدمي المضرب العادي اليدوي وهيكون أفضل كمان، لأنك مش هتحتاجي إن انت تقلبي جناب الميكسر وتنزلي الخليط، فهيساعدك أكتر. لكن أنا استخدمت الميكسر، وهبتدي أنعم الزبدة بتاعتي لغاية لما تحل من بعضها، وهبتدي ان انا انزل عليها بالسكر البودر المنخول. لازم اهم حاجة ان ما يكونش فيه حبيبات سكر خشنة. هبتدي اوقف الميكسر واحاول ان انا انزل السكر، وبعد كده هشغله على سرعة بطيئة عشان السكر بتاعنا ما يتطيرش ونبقى عملنا يعني مشاكل في المطبخ. لان خلف الكواليس في مشاكل كبيرة قوي ما حدش بيشوفها، لكن انا بقول لك على اخطائي. يعني قللي درجة الخلط على اساس ان انت تتحكمي فيه. هبتدي دلوقتي انزل المكونات بتاعتي من على الجناب. زي ما حضرتك شايفة لازم كل من حين لآخر ان انا بنزل مكوناتي. لو انا بستخدم المضرب العادي زي ما قلنا هيبقى سهل عليا ومش هفضل انزل لان ايدي هتتحرك في كل مكان. هبتدي انعم، تمام. زي ما حضرتك شايفة لون الزبدة معايا لسه اصفر، احنا لسه ما وصلناش لدرجة الخفق اللي احنا عايزينها، دي الدرجة المطلوبة. زي ما حضرتك شايفة لونه فتح معايا، يبقى انا وصلت كده انه بقى كريمي وبقى هش. عايزاكي تلاحظي معايا، شوفي عن قرب، كريمي 100%، ملمس ناعم كده، يبقى تمام. هبتدي دلوقتي ان انا انزل ببياض البيض. طبعا بياض البيض انا ضفت له نص معلقة من الفانيلا. طبعا هو بياض البيض ما بيديش زفارة، اللي بيدي زفارة هو صفار البيض. ولو انت استخدمتي، يعني انت ممكن تستخدمي بياض بيض كامل، لكن انا ما بفضلهوش لان بعد يوم البيتيفور بتاعي بيطرى وما بيبقاش كريسبي وما بيفضلش معايا لغاية اخر حبة كريسبي. بياض البيض بيخليه هش، بيخليه كريسبي، بيخليه يدوب في البق. هبتدي دلوقتي انزل الجناب من حين لاخر، هفضل ان انا اقلب الخليط لغايه لما يندمجوا تماما. وطبعا البيض ما بننزلوش مره واحده، بننزله على دفعات. هبتدي دلوقتي اتنازل عن المضرب السلك وهركب الكف عشان انا هقلب بيه الدقيق مش هعجن. هجيب الدقيق بتاعي ال 700 جرام من الدقيق، هضيف عليهم ال 50 جرام من الكاكاو، وهقلبه الاول بره بعيد، يعني قبل ما اضيفه على المكسر. ويعني التوتال بتاعنا 750 بالظبط زي البيتيفور الفانيلا. هي دي الخطوة بس اللي متغيرة في المكونات. هبتدي دلوقتي احط الكف عشان هقلب الخليط. انا مش عايزه اعجن فيه عشان ما الدقيق بتاعنا ده دقيق عادي لجميع انواع المعجنات يعني دقيق لجميع انواع الاستعمالات. انا ما استخدمتش دقيق مخصص، فلذلك حضرتك ما تعجنيش اكتر من اللازم لان ده هينشط نسبه الجلوتين، وانا مش عايزه كده لان هو كوكيز في النهايه، عايزاه يبقى هش ويدوب دوب كده وانا باكله في بقي.
هبتدي دلوقتي اشيله من المكسر، وهنشوف الملمس مع بعض. ملمس كريمي ناعم بس ما بيلزقش في ايديا، العجينة طرية جدا ومرنة لكن ما بتلزقش وقابلة للتشكيل. هجيب كيس الحلواني، ودي البلبلة اللي انا استخدمتها، بتبقى اسنانها واسعة شوية بعيد عن بعضها لكن مضمومة من النهاية، دي عشان تعمل لي شكل الوردة. هنزل كمية من العجين، وطبعا هبقى حريصة ان انا مملاش الكيس بتاعي قوي، وهحاول بقدر الامكان ان انا اخرج الهواء لان ده مش هيظبط لي الرسمة بتاعتي وانا بنزلها. هبتدي امسك شوية من العجين في قبضة ايدي، وباقي العجين فوق ايديا من فوق عشان اتحكم في اللفة. انا بلفها حوالي لفة ونص، وزي ما حضرتك شايفة الرسمة بتاعتنا واضحة. العجين بتاعنا خد رسمة القمع بالظبط، وعايزاكي تلاحظي قبل التسوية وبعد التسوية. والجزء اللي ما بيعجبنيش انا بشيله وبكرر العملية تاني. الموضوع مش صعب ابدا، وهي محتاجة بس تدريب، ان احنا مرة واتنين هتطلعي الوردة بتاعتك مظبوطة. وزي ما حضرتك شايفة الصاج بتاعي أنا مش دهنة أي مادة دهنية، عادي ممسوح بس كده بمناديل ورق. هبتدي أعمل كمان الجزء التاني من الشوكولاتة، وبرضو هبقى حريصة إن أنا أخرج الهواء، وهسيب شوية صغيرين بس اللي في قبضة إيدي من تحت عشان أتحكم فيه. وطبعا أنا مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. هدخله في الرف الأوسط لمدة من 20 دقيقة ل 25 دقيقة. لو انت ما بتعرفيش تظبطي الحرارة وما بتعرفيش ازاي ان الشوكولاتة استوت معايا، هدخل صينية من الفانيلا مع صينية من الشوكولات، ومجرد ما الفانيلا تستوي يبقى بالتأكيد الشوكولاتة بتاعتي استوت. هبتدي اعمل شكل الكمثرى. انا استخدمت قمع تاني بيبقى اسنانه مقفولة اكتر. هعمل شكل الكمثرى، هضغط ضغطة جامدة يعني بزيادة، وبعد كده هسحب ايدي ومش هضغط تاني. وهندم حواف الكمثرية بتاعتي. ده شكل من الكمثرى، نفس القمع هعمل بيه نجمات، وهحاول ان انا اضغط عليها بصبعي في المنتصف لان انا هحط عليها شوكولاتة من فوق. عايزاكي تلاحظي رسمة النجمة بتاعتنا قبل وبعد التسوية. هبتدي أعمل بنفس القمع اللي أنا عملت بيه الوردات، هعمل بيه كمثرية بس الخطوط فيها بتبقى واضحة وأكبر. هعملها بالفانيلا وهعملها بالشوكولاتة. اللي بالشوكولاتة أنا هحط في نهايتها لوزة، يعني أنا مش هزينها بأي تزيين تاني، هسيبها سادة وفيها لوزة من الطرف. ده البسكويت بتاعنا أو البيتيفور بتاعنا بعد ما استوي. عايزاكي تشوفي لونه وجماله، هي دي درجة اللون اللي أنا عايزاها من فوق ومن تحت. ودي الوردات بتاعتنا، عايزاكي تلاحظي لونها وجمالها ورسمتها، وعايزاكي كمان تسمعي معايا. كريسبي 100%. ده بفضل ان انا استخدمت بياض البيض، لا فرش معايا في النار ولا بوظ لي البيتيفور بتاعي. زي ما حضرتك شايفة خطوطنا واضحة في الرسمة بتاعتنا، بارزة، كريسبي، لونه جميل. وطبعا استخدام الزبدة ده مهم جدا، لان العوامل اللي تخلي البيتيفور يفرش والرسمة ما تبقاش واضحة زي ما حضرتك شايفة كده هي الزبدة واستخدام بيض كامل. زي ما حضرتك شايفة الشكل بتاعنا واضح. حطيت اللوزة في النهاية، عايزاكي تشوفي الخطوط اللي في الكمثرية بارزة وواضحة ومفيش اي ديفو فيها، يعني احنا وصلنا لشكل مثالي. عايزاكي تشوفي الكمثرية الصغيرة وتشوفي مقاساتها منطبقة تماما، والخطوط فيها واضحة تماما، وتقدري ان انت تحطي فيها مربى مش فراولة وتلزقيهم في بعض. والمقاسات متطابقة. والوردات احنا هنحط عليها على طرفها شوكولاتة وهنزينها بحبات اللولي، ودي انا هسيبها بالشكل ده لان خلاص انا حطيت لها لوز. يعني تقدري ان انت تزيني حتى بالمكسرات، بس تقدري ان انت تزيني بالشوكولات. احنا معانا شوكولاتة بيضة، ومعايا كمان شوكولاتة بالكراميل، ومعايا كمان شوكولاتة بالحليب، وشوكولاتة بالفستق، ومعايا فستق مجروش، ومعايا لوز مجروش بدون قشر، ومعايا شوكولاتة فرمسيان 3 ألوان، أخضر وبني وكمان أبيض.
تقدري يعني كل دي انا حبيت اعرض لك الاشكال تستخدمي اللي يريحك. ومعايا كمان لؤلؤ الوان مصدف ابيض وبامبا والوان تانية. انا هبتدي دلوقتي اغمس بس طرف البسكوتة بتاعتي وهنفض زيادات الشوكولاتة وهبتدي احط اللؤلؤ عليها، عشان انا عايزة الرسمة الجزء اللي اتحط فيها شوكولاتة تفضل برضو رسمة البسكوتة بتاعتي واضحة، فلذلك لازم ان انت تنزلي الزيادات. وطبعا احنا دخلنا الشوكولاتة الميكروويف ساحت، وبعد كده 30 ثانية وقلبنا و30 ثانية تانيين لغاية ما وصلنا ان هي بقت سائلة. هنعمل طبعا بنستخدم البونبوني او السكر بالدرجات اللي تتناسب مع الالوان اللي احنا حطيناها. انا معايا معلقة كبيرة من جوز الهند، حطيت عليها يعني ذرة خفيفة من الكاكاو وقلبتهم في بعض عشان تبقى واحدة بني وواحدة فاتحة وازوق بيها. زي ما حضرتك شايفة الديكور بتاعنا بسيط واضح جدا في الفيديو، مش محتاج ان انا اعلق عليه. هحط الالوان المتناسقه دي، طبعا شوكولاته بالكراميل ودي شوكولاته بالفستق، هنزلها في الفستق. حبيت ان الالوان بتاعنا تكون متناسقه، مفيش الوان كتيره عشان ما اعملكيش تلوث بصري. ده ان لما بتختاري الوان متناسقه مع بعضها بيطلع لك المنتج في النهايه راقي زي ما بتجيبيه من المحلات، لكن الوانات كتير من الفارماسيان ده بيبوظ المنتج وبيخليه شكله مش راقي ومش زي ما انا جايبه من المحلات. يا ريت يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ويا ريت ما تنسونيش في الدعاء ليا والام الغاليه بالرحمه والمغفره. اكون سعيده جدا وممنونه، ومع الف سلامه.